بتبدأ حكايتنا ببطلنا اللي بنشوفه هو تظهر كده، وبنشوف واحد بيقول هو ايه اللي بيحصل هنا. ده الشخص ده عمره 20 سنة، وبيبدأ واحد يشاور على بطلنا كده وبيقول ان لسه صغير في السن، بس رؤساء الامبراطورة المقدسين طلعوا عليه اسم سون، وبمجرد دخوله للطاقة بقى رئيس تلاميذ الطائفة، وهو اول عبقري خالد من 100,000 سنة. وفي اشاعات بتقول ان هو لما بيخترق الحكماء القدماء فده بيسبب ظاهرة. شوف بطل الراجل العجوز ده يترجى بطلنا وبيقول له ان هو يخليه المعلم بتاعه، بيوافق بطلنا، وبنعرف ان بطلنا بقى هو التلميذ المغلق للمعلم ده. وبيقول بطلنا قوي جدا، وبيسأل نفسه وهو بيقول هو ايه اللي حصل ده. وبيقول بطلنا بس بعد ده كله، بعد ما 3 سنين عدوا من الزراعة، هو قدر ان هو يكون قوي جدا. ان التأثير الخاص الكبير لو ما قدرتش ان انت تتكيف في المكان اللي انت فيه وقدرت ان انت تتوافق معاه بيها. فبيبدأ بطلنا كده ان هو يتكلم مع نفسه شوية، وبيفكر هو هيعمل ايه. وبيقول بطلنا ان هو شايف كل حاجة دلوقتي، وشايف ان العالم كله ما يهتمش بالاعداد الاساسية. وبيقول بطلنا ان الهوية بتاعته موجودة في المقال على الانترنت، وبطلنا بيوهم نفسه ان هو هيتم تخديره ويقع في فخ والعصابات هيسرقوه. لكن بيرجع بطلنا عن اللي هو بيقوله ده، وبيقول ان هو اللي بيتخيله ده كله هوس. وبيقول بطلنا ان هو لو كان بيمارس قدرة الليتشي وقع مع شخص غضبان فهو مش هيقدر يسيطر على نفسه خالص، وهيخلص عليه بضرر. انه ما ينفعش ان هو يمانع يروح الحفل ده علشان هو شخص متميز جدا. وبيقول الشخص ده لبطلنا ان الموضوع مش هيتطلب حاجات كتيرة علشان يتم تقديسه باعتباره الابن المقدس اللي اداله شوية وقت كده وهيمشي على طول. وفي الوقت ده هيدعو الامبراطور المقدس للعائلات المشهورة في العالم علشان تكون حاضرة وتيجي علشان تشاهد الابن المقدس لمدينة دالو. وبيكون بطلنا كده عمال يتعرق وبيقول انا مش عارف مين اللي خلف القواعد دي. بيفضل بطلنا كده ان هو يطلع على السلم، وبيقول بطلنا هو اشمعنى السلم ده طويل قوي كده. وبيقول بطلنا ان هو يا ريت يكون في حاجة حلوة فوق بعد المسافة دي كلها. ولما بيوصل بطلنا بيكون متعصب كده لان هو بيكون تعبان جدا، وبيقول اخيرا وصلت. وبيروح ناحية شوية اشخاص كده وبيقول للراجل العجوز اللي هو المعلم يعني انت جيت طيب كويس. وبيبدأ بطلنا كده ان هو يحييهم ويرمي ليهم السلام. وبيروح واحد كده ناحية بطلنا وبيحط ايده على كتفه وبيقول للراجل العجوز ان التلميذ بتاعه هو شخص عبقري جدا. ودي طبعا حاجة انا استنتجتها من النظرة الاولى، وباين عليه شخص كويس جدا واحلى من المتدرب الخاص بيا. وبيضحك الراجل ده كده، وبنشوف الراجل العجوز هو بيقول للراجل ده اسكت علشان لو التلميذ بتاعك سمعك فانا بصراحة كده هعيط عليك. وبنشوف الراجل العجوز كده وهو بيقول لبطلنا ان بكره يوم مهم جدا وحدث عظيم في العمر بتاعك كله، لازم ان انت تكون مستعد وما ترتكبش اي اخطاء وتفضل شخص قوي كده وشخصيتك قويه. وبيقول له بطلنا طيب تمام. وبينده الراجل العجوز على شخص كده اسمه تشينغ وبيقول له تعالى وتعرف على اخيك الاكبر. فبيبص بطلنا كده على الشخص ده وبيقول الشخص ده على بطلنا ان هو لابس رداء كرين ابيض وشكله كده كويس وباين عليه من مركز الوحده للتلاميذ الاساسيين. وزي التلاميذ الاساسي بتاع الشاب ده اكيد عنده زراعه عاليه جدا، واكيد هي في الجيل الاول، ولازم ان اكون مهذب معاه. وبيروح الشخص ده كده لبطلنا وبيقول له ان هو مبسوط جدا انه شافه وبيدي التحيه لبطلنا. فبيلمسه بطلنا كده وبيقول له طيب تمام اهلا بيك. فبيقول الشخص ده كده هو البطل ده لمس ايدي هو فعلا سلم عليا واحترمني، انا مبسوط جدا. وبنشوف الراجل العجوز هو بيقول لبطلنا ان ابو تشينغ هو رئيس قاعة يوجان، وعلى الرغم من صغر سنه بس انا شفت كتير جدا من المشاهد الكبيره دي. وبيقول الراجل العجوز لبطلنا تشينغ هيعرفه على كل حاجه خاصه بالحدث بتاع بكره. وبنلاحظ ان تشينغ مبسوط جدا وبيقول لبطلنا ان هو اكيد من الجيل التاني. وبنشوف الراجل العجوز وهو بيقول لتشينغ ان هو لازم يغتنم الفرصه وهو موجود مع بطلنا كده، لازم ان هو يتعلم منه. وبنشوف الراجل العجوز وهو بيقول لبطلنا يلا امشي من هنا وحاول ان انت ما تغلطش في الحفل بتاع بكره. ولما بيدي الراجل العجوز ظهره لبطلنا بيقول له بطلنا هو انت نادينا هنا علشان كده وكل الموضوع ان انت عايز تشينج يعرفنا على الحفل بتاع بكره، مش قادر ان انت تبعت تشينج علشان يعرفني كل حاجه في غرفتي. وبنشوف الراجل العجوز كده وهو مبسوط من بطلنا لانه حاسس ان بطلنا ركز في حاجه كده، وبيكون مبسوط من بطلنا بسبب ان هو باين عليه بيشغل دماغه. بيكون كل الموجودين اللي هم يعني المعلمين الكبار دول مبسوطين جدا، لكن ما يعرفوش ان بطلنا متعصب منهم جامد. وبيقول للراجل اللي حط ايده على كتف بطلنا لما طلع السلالم ان بطلنا في المستقبل هيكون اكيد قادر ان هو يفهم الدوله العظيم وهيكون شخص عبقري جدا ويصعد للعالم السماء. وبنشوف بطلنا كده وهو بيضحك ليهم بس في نفس الوقت بيكون متضايق منهم وفي جواه غل. وبيقول بطلنا ان اولاد الناس خلوني اطلع 900 سلم علشان يهزروا ويلعبوا معايا كده. وبنلاقي الراجل العجوز بيقول لبطلنا يلا روح وشوف اللي وراك ايه. ونشوف بطلنا كده وهو نازل وبنشوف تشينغ وهو مبسوط كده ان هو ماشي مع بطلنا وبيقول زي ما انت كنت متوقع ان عمي والناس التانية هيمدحوا الشخص ده، هو ممكن المدح بتاعهم يكون مجاملة يعني علشان هو شخص كويس وكده. وبيقولوا ان هو لازم يتدرب بشكل كويس عشان الناس تقدر تمدحه زي بطلنا كده. وبيكون تشينغ مبسوط جدا
لانه ماشي مع بطلنا وهو كمان اللي هيعرفه عن الحفل وهيعرفه ازاي هيمشي. وبيقول لتشينج ان هو لازم يعمل بجد علشان يكون شخص كويس زي بطلنا كده. وبيبدا بطلنا ان هو يسال تشينج وبيقول له هو ايه الحاجه اللي انت حاسس بالفضول ناحيتها. وبيسال بطلنا تشينج وبيقول له هو انت عديت بالاجرام السماويه اللي هي موجوده في بيتك ولا لا؟ هل تقدر تقول لي هم كام؟ فبيرد عليه تشينج وبيقول له لا انا ما حسبتش ده اصلا. فبيبدا بطلنا كده يقول في نفسه ان انت لو احصيته اصلا مش هتقدر ان انت تعده. بيكون بطلنا مبسوط لانه عامل نفسه فاهم على الشخص اللي هو مش عارف حاجه. وبنشوفه وهو بيقول لبطلنا هو اشمعنى بيبص لي بالطريقه دي، وبيقول له بطلنا ان هو يحميه بقيه حياته. فبيشكره تشينج وبينتقل بينا المشهد لليوم التاني. وبنشوف تشينج وهو بيقول لبطلنا ان الحفل اللي بعد بكره ده هيكون زي اللي موجود معايا في الورقه دي، وانت لو بدات يومك بان انت تستحمى وتغير هدومك فدي حاجه مش هتكون حلوه. لازم الاول ان انت تحرق شويه بخور وتصلي، لازم ان انت تتامل وتمارس الزراعه الاول، وكل ده يكون في قصر دالو الفخم. ولما يجي الوقت ده فلازم ان انت تروح لقاعده التضحيه السماويه علشان تصلي وكده. وبيعرفوا تشينج ان كنيسه فور هي بتتخذ القرار الافضل قدام الطائفه. وبيقول تشينج لبطلنا ان هو الاول في ارض دالو المقدسه وهو الشخص الاعظم بالعظمه لله يعني، وهو بياخد مكافاه مختلفه جدا. وبيقول لبطلنا يلا خلينا نتكلم عن الشخص اللي اسمه تشين. فبيقول له بطلنا لا كلمني شويه كده عن الطويه. فبيقول له لا دي حاجه مش مهمه، انت بس جرب اي زراعه كده وحاول ان انت تسلي نفسك في اي حاجه تانية او اي حاجه كده علشان تلهي نفسك. فبيقول له بطلنا جرب الزراعه، انا اتدربت لمده 3 سنين وباين عليا كده كنت بتدرب علشان ازرع النفايات مش علشان اقوي نفسي يعني. وبنشوف تشينج كده وهو بيقول لبطلنا ان هو لسه بادئ التدريب من 3 ايام وهو لسه في المستوى الاول. وبيقول تشينج ان بطلنا ده خطأ ان هو ما حاولش بجد وتعب. فبيقول بطلنا في سره كده ان الحياه من غير ان انت تبذل مجهود دي حاجه كويسه جدا. وبنشوف بطلنا وهو بيساله بيقول له طيب هو انت عارف دلوقتي ايه نوع الحياه اللي بيعيشها اخوك الاكبر؟ بيكون بيوصف بطلنا يعني بنفسه. وبنشوف تشينج وهو بيقول لبطلنا هو انت كنت في ارض دالو المقدسه لمده 3 سنين بس، واشمعنى قاعده الزراعه مش قادر ان انا افهمها، واشمعنى برضو مش قادر اني اتجسس على العالم بتاعك؟ فبيقول له بطلنا ان هو ما يقدرش ان هو يشوف العالم بتاعه. فبيقول له تشينج ايوه انا حاسس بكده برضو لان لسه شافك النهارده لاول مره وانا ما شفتكش خالص. انا سمعت عنك وحاسس ان انت عندك 3 زهور بس على راسك، بس مهما كان الموضوع فانا مش قادر ان اشوف عالمك بوضوح. وبيسال تشينج بطلنا وهو بيقول له ان انت خايف بسبب ان انت وصلت فعلا الحدود ولا ايه؟ وبيقول له بطلنا ان هو مش لازم اني اكذب. وبيسال بطلنا نفسه وبيقول هو ممكن الاساليب العقليه اللي انا بمارسها انها تخفي العالم بتاعي ولا ايه؟ وبيقول بطلنا حاجه مستحيله جدا ان انت تعرف العالم بتاعي. بيقول بطلنا لتشينج ان هو هيقول على سر بس هو ما يعرفوش لحد. فبيرد عليه تشينج وبيقول له ما تقلقش عليا، سرك يابا في بير. فبيقول له بطلنا ان هو اخترق عالم الروح الوليده. وبينصدم وبيقول له الروح الناشئه هو انت قدرت ان انت تخترقها فعلا؟ هو انت بتتمرن وانت عندك 7 سنين ولا ايه؟ وبنلاقي تشينج مصدوم وبيقول ان الاخ الاكبر بيمارس المهنه من 3 سنين بس هو ازاي قدر ان هو يعمل ده كله في الوقت القصير ده؟ وبيكون تشينج لسه في الصدمه وبيقول هو ده ممكن يكون نور العبقريه ولا ايه؟ وبيركع تشينج قدام بطلنا وبنشوف بطلنا وهو بيقول لتشينج ان في اشخاص في السماء وفي كتير جدا من الناس اللي عندهم مواهب اكتر من اخوانهم اللي هم اكبر منهم في السن. في الوقت ده لازم ان احنا نمتلك قلب ما يكونش متواضع ولا يكون متكبر وما نمشيش لتحت ولا نمشي لفوق، نكون دايما في الوسط كده علشان نسلك. وبيشكر تشينج بطلنا على النصيحه وبيقول له في سره ان النوع من الاعتراف محدش بيقدر ان هو يقوله. وبيقول بان ان الاخ الاكبر ده هو شخص عبقري ملوش اي مثيل. بيكون بطلنا مبسوط جدا لانه هو قدر يكتسب ثقه شخص تاني. وبنشوف تشينج وهو عمال بيتمشى كده وبيقول لبطلنا ان لسه عنده شويه امور لازم يخلصها ويرجع له تاني. ويبدا تشينج كده يقول لنفسه ازاي طفل عنده 3 سنين وقدر ان هو يعمل كل ده. وبنده الشخص كده على تشينج وبيقول له ازيك؟ بنعرف ان الشخص ده اسمه واحه. وبنشوف تشينج وهو بيقول لواحه انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له واحه انا جاي هنا علشان اهنيك علشان انت موجود مع الاخ الكبير وباين عليك ان انت بتتعلم الطويه من الاخ الكبير ده مش كده ولا ايه؟ فبيرد عليه تشينج وبيقول له ايوه. بنشوف واحه وهو بيقول لتشينج ان هو على الرغم من ده كله فالاخ الاكبر ما اشتغلش غير 3 سنين بس في القاعده الزراعيه. وبيسال واحد تشينج ان كان اتعلم من بطلنا حاجه. فبيضحك تشينج وبيقول له خليني اقول لك على حاجه بس ما تقولش لاي حد عليها. هو قال لي ما تقولش لحد بس انا هقول لك انت علشان انت صاحبي وحبيبي وانت برضه ما تقولش لحد. فبيوعده واحه وبيقول له ما تقلقش. وبيبدا تشينج كده ان هو يقول لواحه عن اللي بطلنا قاله. فبينصدم واحه وبيقول هو الاخ الاكبر عارف فعلا عن العالم التجسد ده وازاي قدر ان هو يعمل كل ده في 100 سنه بس. فبيروح ناحيته وبيقول له يعني الاخ الاكبر بقى شخص زي الاخت الاكبر زيون؟ وبيسال تشينج واحه وبيقول له هو انت اشمعنى واخد الموضوع بجد قوي كده واخد لك ناحيه كده من الاخ الاكبر ومش بتحبه؟ وبيمشي تشينج من المكان ده وبيقول له واحه انا عندي شويه امور كده عايز اخلصها وهبقى اقابلك تاني.
وبيقول له تشينج ان الاخ الاكبر قال لي ان انا ما اقولش لحد على فكره على الكلام ده، بس انا قلت لك انت، فحاول انك تخبيها وما تنشرهاش. وبنشوف واحد كده وهو بيفكر بيقول ان انا ما ينفعش اعرف الحاجات دي لوحدي، ويبدا ان هو يضحك كده علشان هو هيعرف الناس كلها. وفعلا بنشوف واحد كده وهو رايح ناحيه الطلاب كده وبيقول لهم خليني اقول لكم على حاجه بس ما تعرفوهاش لحد، وبيبدا ان هو ينشر ده كله في المدرسه كلها، والمدرسه كلها بتعرف. هو بيوصل الكلام ده للشخص كده وبيكون موجود معاه المعلم، وهو بيقول للشخص ده للمعلم اللي هو الراجل العجوز يعني ازاي هو عايز ينتقل بسرعه كده من قوه لقوه، اكيد هو بيبالغ في حاجه زي كده. وبيقول الراجل ده للراجل العجوز بس من خلال الايام اللي فاتت انا اقدر اقول لك حاجه واحده بس، التلميذ اللي قابله مدير المدرسه على الاقل الروح بتاعته مفيده جدا، ولازم برضه ان احنا نجمع بين التقديرات وبين اي قوه علشان نقدر ان احنا نجمع اشخاص قويه جدا. بيقول الراجل العجوز ان هو لازم يفكر كويس علشان هم استغلوا بطلنا فهيقدروا ان هم يعملوا شخص كويس جدا. وبيسال الراجل ده المعلم وهو بيقول له عايز تعمل معايا كده ولا لا. بيكمل الشخص ده كلامه بيقول للراجل العجوز ان الاخ الاكبر على وشك ان هو ينهض ويكون شخص قوي جدا، ولما كانش فيه سماء زون فانت ما كنتش هتقبله في الوقت ده اصلا ان هو يكون حتى تلميذ عندك، والشخص ده ممكن يكون سيد طائفه يانجي. وبيروح المعلم ناحيه الراجل ده وبيقول له انا اعرفك اشمعنى هو اشتغل بجد. الولد ليو ده اشتغل بجد بسبب ان هو اتبع جانب ليه اللي هو بطلنا يعني. وبيسال الراجل العجوز الشخص التاني بيقول له يعني كل اللي انت قلته ده بسبب الطاقه الخالده وبسبب ان انت عايز تنمي مهارات الشخص ده؟ فبيقول له الشخص ده ايوه ويلا بينا نتسرع في الموضوع قبل ما نخسره. وبيوافقوا وبيتحدوا هما الاثنين، وبينتقل بينا المشهد كده وبنشوف الراجل العجوز وهو واقف مع الاشخاص اللي هو كان واقف معاهم، وبنشوف واحد منهم بيقول له يلا خليك مبسوط قوي كده، انت اشمعنى كده ساكت دلوقتي؟ هو انت القطه بلعت لسانك ولا ايه؟ فبيقول لهم الراجل العجوز لا ما تقلقوش، بس الموضوع ده بيتعلق بممارسه الخلود، ولازم ان الواحد مننا ان هو يفكر مرتين قبل ما يعمل حاجه زي كده. وبنشوف الراجل ده وهو بيقول للراجل العجوز لما كان الاخ الاكبر في مملكه لولان القديمه قتل الشيطان الدموي واثبت فعلا ان هو قوي. فبيقول له الراجل العجوز ايوه فاكر، انا فاكر كل حاجه بتقولها بالظبط. وبنشوف الشخص ده وهو متعصب كده وبيقول للراجل العجوز انا ما طلبتش منك اي حاجه في حياتي، واول طلب اطلبه منك هو ان انت تسمح لابني ان هو يتابع التلميذ بتاعك، وانت لو مش موافق فانا مش همشي من المكان ده وهفضل قاعد لكم فيها هنا. وبنشوف الراجل العجوز هو عمال بيعيط كده وبيقول لما بيكون جميع المعلمين ضدك كده في القلب البشري مش بيقدر ان هو يستحمل وبينهار. بنشوف واحد وهو بيقول ان التمرد حط ملوحه اليشام البيضاء ودي المفضله عند السيد الكبير، وبيفضلوا ان هم يفكروا، والراجل العجوز ده بيفتكر شويه حاجات كده من ذكرياته كل الحاجات اللي هم عملوها معاه وبيبدا ان هم يهدوه. وبنشوف واحد منهم هو بيقول للراجل العجوز على فكره باللي انت بتعمله ده فانت بتفضل له على يو. فبيرفع الراجل العجوز ايده كده وبيقول لهم بطلوا صراخ وبطلوا ان انتوا تصوتوا وانا زهقت منكم. وبيقول لهم الراجل العجوز هو ممكن حد يعرفني فيكم ايه اللي بيحصل هنا؟ وبنشوف واحد كده وهو متجه ناحيه الراجل العجوز وهو بيقول له بطل ان انت تتظاهر ان انت مش عارف اي حاجه، انا بعاملك لحد دلوقتي على ان انت اخويا الكبير، هو انت مفكرني غبي ولا ايه؟ اللي انا اعرفه النهارده دلوقتي داير المقدسه كلها بقت ملك للشخص اللي اسمه لو. وبيقول الشخص للراجل العجوز ده يا ترى مين اللي عارف ايه اللي بيشغل تفكير الولد تشينغ؟ وبيقول الشخص ده للراجل العجوز انت لو ما خليتش تشينغ يتابع الاخ الكبير فكل ما كان ويتعلم منه الكراهيه الجديده والكراهيه القديمه اللي احنا كلنا بنكرهها لك هترجع لك مره تانية. فبيقول لهم المعلم مين قال لكم ان تشينغ انفصل عنه؟ ما هم لسه مع بعض لحد دلوقتي. فبيقول له الشخص ده انا عارفك وبعرف عنك كل حاجه، وبعرف كل حاجه لما ببص لك علشان عينيك دايما فتحاك.